ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. طبعا النهاردة مع يوم جديد، ويا رب يكون يوم جميل علينا كلنا يا رب، والايام اللي جاية كلها تكون ايام خير وسعادة علينا كلنا. يا رب يكون الفيديو اللي فات عجبكم، ولو ان اللايكات فيها مش كتير، بس يعني انا عارفة ان هو هيعجبكم. النهارده بقى نفس النظام. انا قلت لكم ان انا هقعد فتره لحد ما شهد تخلص الامتحانات، ونبتدي نعمل ابتكارات ونعمل فيديوهات جديده وافكار جديده. بس اللي انا اقدر اعمله دلوقتي ان انا هعمل روتين في البيت. يا في المطبخ بعمل اكل، يا في روتين بقى في البيت كله بروق وكده. فالنهارده بقى انا هعمل ايه؟ النهارده انا هعمل ملوخيه و... وفرخه ورز. بصوا انا جبت الملوخيه وحطها في الميه كده عشان خاطر ايه، لسه هغسلها يعني. وطبعا انتوا عارفين ان قبل اي حاجه انا لازم اعمل ايه، لازم اروق الحوض زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الحوض قد ايه في مواعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
شوفوا بقى يا جماعه البوتاجاز عامل ازاي، وسخ قوي ازاي، يعني عايز يتنضف تنظيف يعني. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ حبيت اكلمكم شويه كده بصوتي واسلم عليكم واشكركم على الفيديو اللي فات وعلى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوه. اتمنى تكونوا دايما كده معايا وفي ظهري والقناه بتاعتي كده تكبر بيكم ان شاء الله. النهارده بقى في الفيديو الجميل بعمل ملوخيه وفراخ ورز. هشارككم معايا بقى النهارده باذن الله الاكل اللي انا بعمله. طبعا قبل ما اعمل اي اكل انتوا عارفين ان انا لازم اروق المطبخ واغسل البوتاجاز. طبعا زي ما انتوا شايفين البوتاجاز كان يعني عايز يتولع فيه، فقلت انضفه الاول وابتدي بقى اعمل ايه حاجه يعني. كده خلاص خلصت البوتاجاز والحوض بقى يا جماعه. دلوقتي بقى قبل ما اغسل نص الفرخه هغسل طبعا الملوخيه عشان قبل ما الحوض يتزفر هغسل الملوخيه كويس قوي. انا اساسا نقعها من بدري قوي فهغسلها عشان تلحق تنشف. انا غيرت الميه بتاعتها اكتر من مره. كده خلاص غسلت الملوخيه حلوه قوي وحطيتها في المصفى عشان تنزل كل الميه. هسيبها بقى خالص تصفى شويه بعد كده هحطها على صينيه تتهوى يعني تنشف شويه وبعدين بقى ايه طبعا هخلطها بالمخرطه. انا ما بحطهاش في الكبه، ما بحبش بصراحه احط الملوخيه في الكبه خالص، بس بحب اخلطها بالمخرطه احلى بتطلع يعني بتطلع حلوه. دلوقتي بقى هغسل نص الفرخه. انا غسلت نص الفرخه حلوه قوي قوي. دلوقتي بقى هعصر عليها نص ليمونه عليها معلقتين
بس ايه على الفرخه. بصوا، سواء كان فرخه نص فرخه بحط نفس النظام. ده بيبقى محلول هايل عشان ينضف الزفاره كده اللي في الفرخه كويس. انا هحط بقى ايه الملوخيه على الصينيه عشان ايه تنشف شويه. بصوا بقى يا جماعه الطريقه اللي ماما علمتها لي، ان انا بعد ما اغسل الملوخيه اجيب حته كده قماشه بس تكون نظيفه قوي، احطها كده على الصينيه كده، بعصر الملوخيه حلوه قوي كده اهو كده، احطها بقى على الحته كده عشان تنشف شويه. عشان الحته دي ميزتها ان هي يعني ايه بتمتص الميه اللي في الملوخيه. كده خلاص اسيبها بقى ايه يعني في حته كده قرب مروحه حاجه يعني ايه الشباك عشان تتهوى شويه. دلوقتي بقى الميه غليت، هحط النص فرخه انا غسلتها حلو قوي زي الفل، يعني شطفتها كتير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. غسلت البصلايه بعدين هنا بقى اغسل الحاجه دي. ايه قبل ما احط الملح والتوابل وورق اللوري والحبهان لازم اشيل الطبقه ديت. وانا غاسله الحبهان والورق اللوري بس ما لقيتش بقى في الكيس الا الفتافيت ديت، فهم دول بقى اللي عندي. كده خلاص انا ايه شلت اللي على الوش ده. هحط بقى الملح مش هحط كتير عشان هحط ايه هحط وانا بعمل الملوخيه على الملوخيه هحط مرقه ماجي عشان ما يحدقش معايا. وهجيب بقى ايه فلفل اسود
شويه فلفل اسود كده حلوين. وهغطيها بقى. انا هحمر بقى الشعريه عشان انا غسلت الرز اهو، عشان ابقى انا كده خلصت الرز. مش هيبقى ناقص بس غير ان لما الفرخه بقى تستوي اخد الشوربه بتاعتها واحطها على الملوخيه. ولو عايزين ان انا اعمل روتين في البيت ترويق وكده يا ريت تكتبوا لي برضه وتقولوا لي. فانا نفسي كل اللي بيتفرج عليا يكتب لي كومنتات عشان اعرف مين اللي بيتفرج عليا، ويقولوا لي بقى لايكات كتير. يا ريت ما تنسوش اللايك، وصلوا على النبي في الكومنتات. عليا افضل الصلاه والسلام. دلوقتي بقى احط الرز عشان الشعريه ما تتوسعش. طبعا يا حبايبي حبيت ان انا اسجل لكم بصوتي عشان خاطر ماما كانت بتتفرج على مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، فكان صوت التلفزيون كان عالي قوي، فحبيت ان انا بقى ايه اكمل لكم الجزء ده بصوتي. طبعا هنا خلاص انا خلصت الرز، وطبعا هحضر نفسي بقى بعد الرز اروح اعمل بقى ايه اخرط الملوخيه بالمخرطه. هخليكم تشوفوني اول مره يعني تشوفوني على القناه ان انا اخرط الملوخيه. لقيت انا يا حبايبي مش بحب احطها في الكبه بصراحه، بحس انها بتنعم قوي كده. خلاص كنت خلصت الرز، وما تنسوش اللايك بقى، وتعملوا كلكم اشتراك في القناة عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ان انتوا تقولوا لي سلم ايديكي في الكومنتات. كده خلاص بقول لكم انا خلصت، ناقص بس الفرخه تستوي. وهنا خلاص بقى كنت بخرط الملوخيه، شفتوني وانا بخرط الملوخيه لا ومسرعاها كمان. والله يا جماعه طلعت الملوخيه جميله. انا بصراحه يعني شاطره في ان انا يعني في كذا اكله كده بتطلع طعمها حلو معايا بصراحه، زي مثلا ملوخيه، مكرونه بالبشاميل، والمحاشي. يعني الحمد لله بيطلع طعمهم حلو، يعني بيطلع مظبوط. هنا بقى كنت بنعمها. خلاص يعني كده اعتقد ان انا خرطتها يعني. هنا بقى خلاص انا جهزت الشوربة، بحط بقى الملوخية واحط بقى الشوربة شوية شوية عليها عشان ما تخفش مني. ماما اللي علمتني كده ان انا ما احطش الملوخية على الشوربة على طول، لازم احط شوية شوية. والشوربة بقى كانت طالعة طعمها جميل وكانت مظبوطة بصراحة. خليكوا بقى معايا وانا بتكلم بصوتي.
عشان احنا بنحبها مش خفيفة قوي يعني. احط بقى الاول مرقة الماجي وشوية ملح. هحط كمان معلقة اللي هو بيكنج باودر ده كده. هحط بقى مرقة الماجي كده. واحط شوية كزبرة. انا لازم يا جماعة ادوق. تحفة الملوخية، طعمها تحفة. يلا خليكم بقى معايا بعد ما اجهز الاكل خالص هوريهولكم. خلاص ما فاضلش بقى غير ان انا احمر نص الفرخة. اخلص بقى المواعين. شوفوا بقى المواعين قد ايه، شايفين؟ وكنت غاسله الطماطم. وشوفوا بقى المواعين قد ايه. هغسل كل ده دلوقتي. كده خلاص خلصت الاكل وخلصت المواعين. ودي الطماطم لسه هسلقها بقى وبعدين احطها في الثلاجه. كده خلاص كل حاجه خلصت. هوريكم دلوقتي بعد ما خلصت الاكل وانا حطيت الاطباق. خليكم معايا يا حبايب قلبي. وده اكل النهارده يا حبايب قلبي. انا خلاص خلصته
ملوخية وفراخ ورز. ألف هنا وشفا. سلام.